انا بالنسبه لي ما يحلاش اي اكل من غير المخلل او الترشي، ما بالكوا بقى في رمضان والواحد صايم بيبقى نفسه كده في اي حاجه مخلله. هنعمل النهارده المخلل او الترشي المشكل القمر ده بطريقه وطعم روعه. هسمي الله ونبدا على طول. معايا قرنبيطه صغيره، وكيلو خيار بلدي، مهم قوي الخيار البلدي عشان بيبقى فيه قرمشه كده وبيبقى حلو قوي في التخليل، واتنين كيلو لفت، وكيلو جزر. يبقى كده الجزر كيلو، الخيار كيلو، اللفت بس هو الاتنين كيلو، والبصل القوارم الصغير ده كيلو الا ربع. كنت عايزاه كيلو بس على دخت يعني، على بال ما عرفت انقي الصغير ده طلع كيلو الا ربع. وكام قرن فلفل حراق كده. تمام تمام الكميه دي. يعني بصوا هو كيلو كيلو حاجات بسيطه، بس ما شاء الله يعملوا معايا كميه محترمه. جبت كده الخضار كله وغسلته كده كله غسله محترمه، ما عدا القرنبيطه. القرنبيطه بغسلها بس لسه مش دلوقتي، هقول لكم. قشرت الجزر واللفت برضو. بصوا ما بشيلش اللي هو الموف ده، بيبقى شكله حلو وطعمه حلو في الاكل. بشيل بس لو في شعر او اي حاجات كده وحشه وما طلعتش في الغسيل بشيلها، لكن يعني ما بقشرهاش خالص. بقيه اللون الموف ده بسيبه كده عليها، هو حلاوته اصلا في لونه كده. واللفتايه تنقوا اللفتايه المتوسطه، عشان الكبيره بتبقى شيخه شيخه، يعني قلبها كده تحسه عامل زي السفنج كده. يعني تنقوا اللفتايه المتوسطه، ويكون حجمها وتكون جامده، تكون جامده مش طريه. القرنبيطه بقى بقطعها كده، وبغسلها بعد ما اقطعها مش قبل. ما بقطعوش طبعا حتت كبيره كده او متوسطه زي ما بنيجي نقليه، لا، مخلي القرنبيط بيبقى وردات صغيره خالص. ففصصت القرنبيطه كده خليتها كلها وردات صغيره خالص كده زي ما انتم شايفين. عايزه تقللي او تزودي اي حاجه في المخلل ده براحتك. يعني مثلا في حد بيحب البصل القوارمه الصغير ده كتريه، حد ما بيحبش الجزر قلليه كده. يعني عايزين تقللوا تزودوا اللي انتوا عايزينه. القرنبيط بقى مهم قوي. دي حله فيها ميه مغليه، حطيت فيها ميه مغليه بس، حطيت فيها القرنبيط وقفلت كده عليها الغطا وسبتها حوالي 12 دقيقه. ما ينفعش ابدا القرنبيط تحطيه كده في المخلل، تحسي كده بيبقى يعني في قرشه كده وطعمه وحش قوي. يعني مش هو ده مخلل القرنبيط المستصاغ اللي احنا بنحبه، لا، بيبقى وحش. الحله مش على النار ولا اي حاجه، والبصل وهو بقشره كده بحطه في ميه مغليه وبديله غلوه وهو بقشره. يبقى كده كل حاجه استعملناها نيه، ما عدا بس هو القرنبيط غطيناه في حله فيها ميه مغليه 12 دقيقه مش على النار، والبصل على النار يا دوبك الحله تغلي بس غلوه غلوتين كده. وبعد كده باخده بقشره. اي حاجه تاني بقى هنستعملها كده نيه، مش هنحط عليها ولا ميه مغليه ولا اي حاجه. ومخلي اللفت نسيت اقول لكم. بعد ما قطعته، هي لسه اللقطه دي هتيجي، بعد ما قطعته بحطه كده في مصفى وعليه رشه ملح وبسيبه كده حوالي ساعتين. بينزل ميه كده ملناش دعوه بيها، الميه دي اللي هي اللي بتعمل الانتفاخات والحاجات دي. مهم قوي اللفت برضو تحطوه في مصفى وعليه رشه الملح دي. بصوا بقى الخيار، انا بحب اقطعه كبير شويه. هتقولوا لي التقطيع هتفرق؟ هقول لكم هتفرق جدا. بقطعه كده او بميل. ايه اكتر حاجه بناكلها بنلاقيها ناشفه في العادي حتى من غير مخلل ولا حاجه؟ الجزر. تيجي تقطميه كده تحسي بيقرش. فالجزر اكتر حاجه بتاخد سوا في المخلل، فالجزر بقطعه صغير خالص عشان التقطيعه برضو بتفرق. والخيار بقطعه كبير شويه، لان الخيار طبعا بيستوي على طول وانا هفتح على المخلل ده مره واحده. انتوا حتى لما تيجوا تجيبوا المخلل او الترشي ده من المحلات بتلاقوا الجزر كده متقطع حتت صغيره كده، شكله حتى حلو في الاكل، واللي ياخد حته يخلصها. وكمان ليه دخل كبير قوي في سوى المخلل. اللفت كده بقطعه تقطيعه متوسطه، وبعد ما بخلص بحطه في مصفى كده زي ما قلت لكم، عليه رشه ملح. وبعد كده باخده بشطفه. يبقى التقطيعه ليها دخل كبير في المخلل. العروش بتاعت اللفت دي برضو بحب احطها، بيبقى طعمها حلو قوي. وبنجرايه، يعني بصوا الكميه دي ما شاء الله بنجرايه واحده. يعني البنجر كميه قليله بس هو مؤثر مؤثر قوي، شخصيته قويه قوي. يعني البنجرايه دي هتظبط لون المخلل خالص. بنجرايه واحده متوسطه نيه مش مسلوقه ولا اي حاجه. اهم حاجه بقى في المخلل الميه لازم تكون مغليه ومتبرده. وكل كوبايه ميه بتاخد ملح خشن. طب ليه ملح خشن؟ الملح الخشن ما بيخليش المخلل يتهري، حتى اي محل ترشي بره بيستعمل ملح الخشن. وحطيت عليه 5 معالق كبار من الهريسه انا عامله الفيديو بس لسه منزلتها لكوش، هريسه تحفه. ومعلقه صغيره كركم برضو قيمه غذائيه وبيظبط قوي لون المخلل. تمام. وهنحط على الكميه دي 6 معالق كبيره سكر، لان انا عامله 3 لتر ميه، كل لتر ميه بياخد معلقتين كبار سكر.
لو ما عندكيش الهريسه انا هنزل لكم الفيديو على طول ان شاء الله. ممكن تجيبي فلفلايه رومي حمراء وفلفلايه حراقه وعليها رشه ملح ومعلقه خل وتضربيهم في الكبه كده كويس قوي وتحطيهم، هتبقى هي دي مع ميه المخلل. بس انا هنزل لكم فيديو الهريسه على طول ان شاء الله. بس ده لو حد ما عندوش الهريسه. البطرمانات طبعا نضيفه ومتعقمه وناشفه. كل ده برضو من اسباب ان المخلل يبوظ او يعمل وش ريم كده معاكي، ان البطرمان يكون متعقمش. تعقميه ازاي؟ لو ازاز هنحطه كده في الفرن على 180 5 دقايق وهو وشه لفوق، ده طبعا بلاستيك. ده بتحطي فيه شويه خل وهو الغطا مقفول كده بعد ما تغسليه طبعا كويس، وبترجيه كده وبعد كده بتنزلي الخل ده ما بترميهوش، بتستعمليه بعد كده بقى في غسيل المواعين او في اي حاجه تانية. شايفين المخلل لونه تحفه، لونه بس كده بيحسسني بالسعاده. الكميه دي ما شاء الله عملت معايا بطرمانين مخلل كبار كبار قوي وبطرمانين صغيرين. شايفين الميه بتاعته لوحدها تحفه، عصير كده مش ميه مخلل. الكميه دي خدت معايا 3 لتر ميه مغليه ومتبرده، وحطيت عليها كمان تلت كوبايه خل. ما بنكترش خل خالص عشان الخل بيهري المخلل. المخلل ده تفتحوا عليه امتى؟ هيقعد ان شاء الله 10 12 يوم بالكتير، 10 ايام يعني على رمضان باذن الله تفتحوه. اهم حاجه بس طول فتره التخليل ما تفتحيش عليه، وما تحطوش في التلاجة برضو غير بعد ما بيتخلل. ده في اي مخلل، يعني المخلل بنحطه في التلاجة بعد ما بيكون اتخلل خلاص. حطيت فوق الوش لورا وزيت. الزيت برضو مهم قوي، حاجه بسيطه خالص فوق الوش عشان بيمنع برضو اي عفن او بكتيريا كده. وحطيت اكياس تلاجة مفتوحه وقفلت الغطيان. شايفين المخلل لونه فظيع. ايه رأيكم بقى في المخلل ده؟ قولولي بس ايه رأيكم في شكله كده، وانتوا لما هتجربوه هتشوفوا بنفسكم طعمه شكله ايه. فيديو المخلل ده من احلى الوصفات اللي بحبها، وان شاء الله جربوه يعجبكم جدا. جربوه، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولايك وشير ودعوة حلوة لو الفيديو عجبكم.